في إطار شهر تراث وأيضا ذكرى مجازر 8 ماي ارتأت دار ثقافة تسطير المعرض الوطني للفنون التشكيلية عائشة حداد، والذي يضم أكثر من 45 فنان أتونا من أكثر من 25 ولاية. كما راكم تشوفوا هذه الأعمال متنوعة ومختلفة في مختلف المدارس الفنية، في الرسم الواقعي، التجريدي، الألوان المائية، أيضا الحروفيات والنحت. على هامش هذا الملتقى هناك جناح خاص بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة تيبازا، وأيضا جناح خاص بمتحف ناصر الدين ديني يضم أعمال الفنان ناصر الدين ديني، وأيضا تحريك أعمال الفنان بالذكاء الاصطناعي الAI. معرض تشكيلي وطني فيه عدة فنانين ويحمل بين طياته عدة مشارب فنية من الكلاسيكية للحديثة، يجمع مجموعة من الفنانين المهمين على المستوى الوطني، ويندرج ضمن النشاطات في تاريخ في شهر التراث وأحداث 8 ماي، تخليد ثاني للأحداث تاع 8 ماي 45. ونتمنى ان شاء الله احنا هذا الزوار يجيو ويشوفوا ويطلعوا على محتوى هذا المعرض الهام. جينا باه نتبادلوا خبرات بين الفنانين، باه نكتشفوا مختلف الطبوع. ما شاء الله هنايا في المعرض كل المدارس هي مشاركه، وهذا بحد ذاته يعتبر ثروه كبيره، حيث انه كاين النحت، كاين لابستري، كاين المدارس الانطباعي، كاين كل دور كل المدارس. والحمد لله كان ملتقى ناجح بكل معايير.